انا جربت كل انواع القصدير دي علشان اختار منهم نوع اشتغل بيه مع الطلبة في الاكاديمية. طبعا انا بشكل شخصي بشتغل بالنوع الامريكي اللي اسمه كيستر، وده ممتاز جدا ولا يعلى عليه، ولحد النهاردة ما شفتش احسن منه. ثمنه غالي ومش متوفر في مصر، فجبت كل الانواع اللي موجودة في مصر عشان اجربها، عشان اختار احسن نوع فيهم. اثناء التجربة اكتشفت ايه السبب اللي بيخلي الفنيين بتوع الصيانه سواء موبايل او كمبيوتر لما يشيلوا اي سي ويجوا ينظفوا تحتيه بالشيلد، ان الشيلد بينزع النقط من على البورده، او لما يجي يلحم سوكت مثلا او اي حاجه فيها لحامات يجيله مرتجع. كل ده بسبب انواع القصدير السيئه اللي موجوده في السوق. انا جربت التويو يو ال والسانكي والكويك والميكانيك اللي موجود في مصر دلوقتي مش هو اللي زي اللي انا كنت جايبه من الصين. انا العلبه دي كنت جايب منها اكتر من بكره من الصين، كانت حلوه جدا. لكن اللي موجوده دلوقتي في مصر ميكانيك برضو جودتها سيئه جدا، وده ينبهك لان الحاجه ممكن يكون في منها مضروب بنفس الاسم وبنفس الشكل، او ان الجوده مختلفه، يكون الشركه بتعمل جوده معينه واحنا هنا بيجي لنا جوده ثانيه خالص. لان انا بقول لك الميكانيك ده انا جايبه بنفسي لما كنت في الصين. جربت المانت، جربت قصدير اسمه عادل، جربت السانشاين، جربت الياكسون. تعالوا بصوا معايا كده على الشاشه، بصوا القصدير معجن ازاي. طبعا لما القصدير يعجن كده بصوا معجن، بصوا معجن، بصوا القصدير معجن ازاي. لما القصدير يعجن كده ده طبعا يخلي فيه صعوبه في التعامل مع البورده، انك تنظف تحت اي سي او انك تلحم. القصدير ده بينكسر، القصدير لما يعجن كده القصدير نفسه بينكسر، وده بيسبب عائق للفنيين المبتدئين او حتى الممارسين في التعامل مع البورده. لما يكون القصدير وحش مهما كان معاك كاويه كويسه مش هتعرف تتعامل او تلحم كويس على البورده. يعني انا معايا كاويه بروفيشنال، وتخيل ان ده منظر القصدير بعد ما حاولت ان انا الحم. طبعا الوضع سيء جدا. اكتشفت من ما بين كل الانواع دي ان في نوعين هم اللي كويسين، السانكي والميجينج. طبعا انا كنت مفكر ان السانكي هيبقى احسن من الميجينج، لكن لما جربت الميجينج لقيته احسن بكتير من السانكي. يعني لو جينا نرتب انواع القصدير دي فانا هحط الامريكي رقم واحد، هحط لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو، يجي بعديه الميجينج، يجي بعديه السانكي. هو عيب الميجينج ان البكره بتاعته 50 جرام، يعني بكره صغيره جدا. السانكي بكره كبيره تقريبا ربع كيلو، فيعني مش فارقه، المهم الجوده. فانت لو هتشتري انا برشح لك الميجينج. بصوا جوده السانكي، القصدير ناعم ازاي مقارنه بالانواع التانيه. بصوا جودة القصدير الأمريكي ناعم ولامع جدا. بصوا جودة الميجينج يعني يكاد يكون زي الكستر الأمريكي بصراحة. إنما تويو ال مانت عادل بقى والسانشاين والحاجات التانية كله بيعجن. وطبعا أنا بشتغل بكاوية بروفيشنال وسنها تخين، يعني بتدي حرارة مظبوطة جدا وعالية جدا، فتقدر تلحم في الأرضي. وكل التيست اللي انا عملته ده عامله على ارضي البورده عشان اشوف جوده القصدير. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واستمتعتوا بيه. مع السلامه.